أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك I love you Allah. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وشعر الناس برعب وهلع وجزع إثر ارتجاج الأرض تحت أقدامهم على مساحة ملايين الأميال، فنعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. وارتفعت أمواج البحر إلى علو 30 مترا فأغرقت 36,000 نسمة من سكان جاوى وسومطرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخسف والرجفة والزلزلة، واستعاذ مما يكون من السماء من الحجارة والصيحة. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وهكذا كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ما أضعف بني آدم، ما أضعف الناس، ولو كان عندهم أجهزة يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يظنون أن النجاة من الكارثة بالأجهزة. عباد الله، ما وقع عذاب إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيان الفنادق من القواعد وبنيان الشاليهات فخر عليهم السقف. لقد انتقم الله من المحتفلين بالسكر والعربدة بحفلات رأس السنة، وأهلك الله أصحاب الفجور في المنتجعات السياحية، ومسح الله سواحل بأكملها على هؤلاء العراة
الذين كانوا مضطجعين يأخذون حمامات الشمس. ناموا على سكر وعربدة وفحش وفجور فضربهم الله في 7 صباحا. قد هربوا من برودة بلادهم. لتكون مقابرهم في تلك الأنحاء متبعثرة. وهكذا من آيات الله وعادته في انتقامه من الأمم الاتيان بالعذاب في أول الصباح، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. زلها القوي المتين. الزلازل من آيات الله في الكون، العواصف، الفيضانات من جند الله يرسلها على من يشاء، يسخرها عقابا للمذنبين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. هي من جند الله. ثم يقولون تنجم عن تنفس الطبيعة وغضب الطبيعة وثورة الطبيعة وغضب الطبيعة على الإنسان. فعل الطبيعة. ومن الذي خلق الطبيعة؟ هل الطبيعة هي التي أوجدت نفسها؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما لم يفهم البشر هذا فلن يستفيدوا شيئا. إنهم لا زالوا يعزونها إلى الطبيعة وغضب الطبيعة، ويقولون نقص أجهزة الإنذار. ولو كانت أجهزة لكانت الكارثة مختلفة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فاتقوا الله عباد الله واعتبروا بما يجري حولكم وبينكم وتوبوا إلى ربكم. لما حدث الخسف بقارون لم يكن السبب يا عباد الله أن القشرة الأرضية كانت لينة وهينة، بل إن السبب أنه عصى الله ورسوله، كما قال الله عنه فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون فيها خسف ومسخ وقذف، لم يذكر
أن السبب هو تصدع سطح الأرض وانشقاقها، إنما السبب هو المعاصي. فقال: سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. أيها المسلمون، لقد جرت سنته تعالى في خلقه أن يعامل عباده حسب ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وشؤم هذه الذنوب والمعاصي والتي يعاقب الناس بسببها لا يصيب المباشرين لها فقط، بل يصل حتى للصالحين والمؤمنين. فقد سألت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث يا عباد الله كل معصية عصي الله تعالى بها في البلاد أو في البحر أو في الليل أو في النهار. لذلك كان من الواجب علينا جميعا أن نحذر من ذلك، وأن لا نأمن مكر الله، خاصة مع ارتكاب المعاصي. وأيضا من سنته تعالى أنه يمهل أقواما ويرجع عذابهم إلى وقت آخر. يجب على الإنسان أن يتفكر بهذه الكوارث، وأن يعلم أن الدنيا لا تستحق هذا التشبث بها، وأن يفهم أنه لن يعيش فيها إلى الأبد. نهاية كل إنسان حتمية في هذه الدنيا، وهي بداية لحياة أخرى، إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم. وفي التاريخ آلاف العبر التي تذكرنا بحقيقة الموت. إن المهم أخذ العبرة من هذه الكوارث، فكل واحدة من هذه الكوارث تعتبر نذيرا للإنسان على أنه عاجز عن رد مثل هذه الكوارث، أو أنه سائر باتجاه غير الذي شرعه له ربه، فيريد الله بهذا العقاب أن يصحح مسار الإنسان ويجعله يعود إليه. قتل الإنسان ما أكفره، يسمع ويرى آيات الله من زلازل وبراكين وأعاصير وأوبئة تحصد الآلاف في ثوان، فلا يتأمل ولا يتدبر ولا يرعوي ولا يقدر الله حق قدره، بل يعيد ذلك أحيانا إلى الطبيعة في بلادة وبلاهة لا مثيل لها. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يملك المسلم إزاء هذه البلاهة والبلادة إلا أن يقول بقول الله: ولا يظلم ربك أحدا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فإلى أولي الألباب: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ملايين الناس عبر عصور التاريخ المختلفة قضوا نحبهم نتيجة كوارث مروعة، وأكثر هؤلاء الناس كانوا غالبا من الذين لم يفكروا أبدا أن حياتهم يمكن أن تنتهي بهذه الطريقة. ذنوبي ثقال فما حيلتي إذا كنت في البعث حمالها. ترى الناس سكرى بلا خمرة ولكن ترى العين ما هالها. نسيت المعاد فيا ويلها وأعطيت للنفس آمالها. وأعطيت للنفس آمالها. وأعطيت للنفس آمالها. إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت
حالات كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى